يا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين. النهارده يوم جديد وروتين جديد. ده الأستاذ كوكي أول ما طلع في البلكونة في الشمس بقى يتمرمغ في الشمس. يا عيني يا ابني، هم من طبيعتهم ان هم بيحبوا الشمس جدا، فسيبته بقى، بس قلت لازم يتصور. وما كانش الصبح ده، ولكن انا يعني قصيت لكم حتة منه كده على اساس ايه، تشوفوا الأستاذ كوكي معانا. النهارده هنعمل روتين جميل كده هيعجبكم ان شاء الله، يا رب اكون برضو بقدم لكم فكره، بقدم لكم بشجعكم. النهارده يعني نعمل روتين جميل كده. جبت العيش بتاع الشوفان دوت، بيبقى في الفرن، جبته وقلت بقى اعمل ايه. زي السندوتشات على فكره، بيبقى هو معمول من عجينه الشوفان، وبيبقى عليه شوفان وبذور كده من جوه، فبيبقى حلو ان انت بتاكليه، بجد بيشبع جدا جدا. ولكن مفيش مانع ان انت تحطي معاه فلفل، اللي هو الرومي دوت، هيبقى حلو قوي. نخش على الغدا على طول بقى. بنعمل ايه؟ بيتزا يا ماما، اعمل لنا بيتزا يا ماما. ومش بيتزا يا ماما، تمام. جبت كيلو دقيق وحطيت عليه كيسين خميرة ورشة ملح، بس دي كانت رشة كبيرة شوية وقعت مني. ومعلقتين لبن بودرة، بحيث ان اللبن البودرة برضو هيعمل معاكي اثر حلو قوي قوي. تمام. تقلبي الاول الحاجات الناشفة الاول مع بعضها. تمام. وبعد كده تبدأي تحطي المية الدافية بتاعتك والزيت عادي جدا وتعجني. تحطي حبة خل. ليه حبة خل؟ عشان تنفش معاكي العجينة، بتطلع جميلة جدا جدا. يعني الخل واللبن البودرة بيرفعوا العجينة بطريقة جميلة جدا. وطول ما هي في العجانة بزود لها حبة مية، تحس ان العجانة بتتنرفز عليا، يعني على الرخامة بتتنرفز عليا. ربنا يحفظها يا رب العالمين ويسترها علينا يا رب ويخليها لي. يعني اكيد بتساعدني برضو كل آلة في البيت، اذا كانت غسالة ولا عجانة ولا خلاط ولا كل دوت لازم نحمد ربنا عليه يا جماعة. لازم نحمد ربنا ونقول الحمد لله ونحبها. حبي الغسالة هتحبك، حبي العجانة هتحبك بجد والله. يعني بصي، بسم الله ما شاء الله، العجينة حلوة ازاي. لان الحاجات دي هي اللي بتساعدك، يعني هي بتعمل حاجات كتير علشانك. لما تلاقي حد بيعمل حاجة علشانك، مش المفروض تحبيه؟ المفروض. فحبي كل الحاجات. المكنسة الكهربائية ما شاء الله ربنا يحفظها، ابعديها عن العين، يعني بخريها بخريها وقولي ربنا يحفظها. ربنا يحفظها ويخليها لنا يا رب العالمين. ليه؟ لان لولاها هتمسكي المقشة وتفضلي تلفي وتروحي وتيجي وطبعا انتوا شايفين طريقة البيتزا، يعني مش محتاجة ان انا اشرحها. الغسالة بتحميكي من انك انت تقعدي تغسلي على ايدك، او مثلا تفضلي تعصري ومش عارف ايه. لا، بتطلعي الحاجة ما شاء الله مندية. الحاجات دي تحمدي ربنا عليها، في غيرنا مش لاقي. الحمد لله رب العالمين، وربنا يحفظ لنا حاجتنا، امين يا رب، ما شاء الله يعني يا رب. فالعجانة انا وقت بيجي عليا وقت بقدر اعجن، وفي وقت بصراحة يعني 3/4 وقتي ما بقدرش. اولا وقتي بيبقى على القد، صحتي على القد، مش هعمل اللي هي بتعمله. فمهما تشتم ومهما تقول اللي تقول على الرخامة، ما فيش مشكلة، قولي اللي تقوليه يا ست الكل، احنا خدامينك وتحت رجليكي وما فيش اي حاجة. المكنسة الكهربائية تبقى جنبي برضو مش بتعبها، يعني برضو براعيها. يعني حبك للحاجة تراعيها. يعني في ستات مثلا يقولك احنا بنشغلوا الغسالة الفول اوتوماتيك دي صبح وليل، بدل عندنا ولاد. لا اله الا الله. طب يعني هما الولاد بيغيروا كل ساعة؟ ده حتى لو غيروا يوم ويوم ولا كل يوم يا ستي، اولا لو كبار شوية هتبقى يوم ويوم. لو كل يوم ماشي معاكي، مش كل يوم بقى تشغليها، ما هيجي لها وقت برضو هتقولك خلاص انا جبت اخري. يعني برضو حتة ان احنا نقعد نغسل على طول كل شوية كل شوية، هيجي لها وقت وهتتعب. انا عن نفسي بغسل كل يعني يوم ويوم. لما يبقى الغسيل متكوم عندي، لازم يوم اشغلها، تاني يوم لازم ترتاح. لازم احسسها ان هي ليها اهتمام عندي، بحبها. اللي هو حبيبتي انا هريحك النهارده، زي الراجل كده لما يقول لمراته ما تعمليش غدا النهارده يا روحي، علشان هجيب لك اكل من بره يا روحي. طبعا ده حلم من احلام اليقظه. ما بتحصلش ان حد ممكن يتصل في نص النهار ويقول لك ايه، ما تعمليش غدا النهارده يا قلبي. لا 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 لا, لا. عامله غدا يا وليه على طول، لا في ايه النهارده، عامله اكل إيه؟ كده يعني. فلازم تريحي الآلة اللي معاكي، الحاجة اللي عايشة معاكي في البيت، اللي بقيالك، اللي بتحبك، اللي بتريحك. لكن الستات بقى اللي يسحبوا المكنسة ايه كل يوم صبح وبالليل.
معرفش ليه. طيب ليه كل يوم صبح وليل تقولك نظافة؟ طب ما يعني ايه اللي في البيت كله ماشي؟ اوضة المعيشة انا ممكن اوضة المعيشة امشي بيها بالمقشة، مقشة عادية، ليه؟ لان دي اوضة. لكن مثلا اوضة النوم محدش بيقعد فيها، اوضة نوم الولاد قليل لما بيقعدوا فيها. الصالة ممكن لو لعبوا فيها شوية نعمل في المكنسة الكهربائية كل يومين مثلا بيها. ليه؟ لان كده كده برضو انتي على قد تحكمك في تربية اولادك. مش معنى كده ان انتي مش مربية اولادك، ولكن لازم العيال تتربى على النظام اللي هو ايه، ماشي دول ولاد وخليهم يوسخوا ويعملوا ويهبدوا، تمام. ده كان في فترة معينة، اللي هم الفترة اللي هم مش واعيين فيها غصبا عنهم، خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه. ده في الوقت ده اقدر اقولك كل يوم افضلي هدي الدنيا عليهم وقولي لهم لا، والمفروض ما تعملوش كذا وتعملوا كذا والكلام ده كله. ولكن لما بيكبروا شوية لازم تلزميهم وتحسسيهم بالمسؤولية، اللي هو البيت ما يبقاش مش نظيف. انت يعني وسخت المكان اللي انت قاعد فيه تنظفه. مثلا جينا نتغدى كل واحد فيهم يعمل حاجة، حتى لو حد قالك لا يا ماما مش قادر يا ماما خلاص ما تاكلش. بعد ما ناكل كل واحد يشيل طبقه. طب معلش ماما غسلت المواعين يوم، طب كل واحد خلاص انا غسلت مثلا مواعين كتير وفي طبق هم بياكلوا فيه مثلا فشار، خشي اغسليه، خشي اغسله. بيغسلوه برجع اغسله وراهم، ولكن بعيده تاني. هنا بقى النمل، البرطمان البرطمان، بصوا النمل ده برطمان السكر ده الصبح بطلعه، عايزه اقول لكم لقيت عليه كميه نمل وجواه كميه نمل لا تعد ولا تحصى، نمل احمر. فطبعا مش هرمي السكر غالي يا جماعه، فروحت حطاه في شمس. دي طريقه بقى ليكي وللزمن، لما تلاقي نمل كتير في مكان في حاجه في اكل طلعيه في الشمس. هم طبعا بصوا طلعوا جروا يمين وشمال، انا رحت ايه ضرباهم وموتاهم. وعايزه اقول لكم والله دخلت برضو عشان اخد كيسه العيش السن اللي انا جايباه، لقيته مليان نمل، رحت ماسكه الكيسه بحالها رحت منشراها على الحبال، وكيسة العيش الناشف نفس الكلام برضو على الحبال. الحمد لله رب العالمين. يعني انا شفت كل انواع النمل، النمل الابيض ربنا يبعده عن البيت يا رب، والنمل الاحمر، والنمل الاسود، وكل حاجة تتخيلوها يعني. فاي حاجة تلاقيها عندك اتملت نمل حطيها في الشمس، هو ما بيطقش الشمس فبيطلع منها. انا عايزه اقول لكم كان البرطمان السكر من جوه كله مليان نمل، الحمد لله رب العالمين طلع. رشيت مكان البرطمان وحطيته تاني، الحمد لله رب العالمين. هنا الاستاذ كوكي لازم يطمن طبعا، يعني بيشوف كنت خايفه ينط على البرطمان يوقع برطمان السكر. هتقولي لي طب خافي عليه احسن يجرى له حاجه، لا ان شاء الله ما يجراش حاجه، بس السكر اهم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، وحبوا الاله بتاعتكم قوي.